شغلانه الفود بلوجر شغلانه اللي ملوش شغلانه، اكتر شغلانه بتتشتم من الناس، بس الصراحه معاك حق في ده. بس قبل ما تبقى دي شغلانه وانا بجرب اي مطعم جديد واي اختراع بيطلع قبل ما تعرفوا وشي ده اصلا. في الفيديو ده بقى اخترت مطعم ما جربتوش قبل كده عشان اعيش نفس تجربتكم بالظبط لما بنقول لكم على مطعم جديد، فعشان ما اظلموش جربته كذا مره في اوقات مختلفه عشان نشوف الفروقات. فيلا بينا. المكان اللي هجربه اسمه مخمخ، بيعمل كبده ومخ وفليه وجمبري، فاتفرجوا بقى عشان تشوفوا الفروقات في الثلاث ايام المختلفه اللي جربت فيهم الاكل. اول يوم كان في فرع رحاب، كان بالليل كده، جبت الاكل ويلا بينا على العربيه نجرب. ناكل بقى كده المخ حاف الاول، بسم الله. لا جامد جامد قوي كمان، ده زبده. ايه ده؟ بص عامل ازاي؟ المخ عالمي، المخ عامل زي البونبوني، تحطه في بقك هيسيح لوحده. هفتح لكم حته كده يعني، هناخد المخايه كده مع الطحينه، غرق 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 غرق. لا المخ حكايه. ده المخ بقى حبيب قلبي. ناخد بقى حته كده نفتحها، بسم الله. لا المخ فظيع، المخ جامد، المخ جامد قوي 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 قوي، زبده حرفيا تحطه في بقك بيسيح. نغرقه كده في الطحينه. لا المخ عالمي. المره دي بقى في الصاله، يعني عندهم قاعده كده في فرع تاني كمان، فكده بقى جربت فرع مختلف وفرع مختلف وصاله وتيك اواي وكل حاجه. جبت تقريبا نفس الحاجات، جبت كبده ومخ وجمبري، جبت جمبري سايب وجمبري في ساندوتش، والسلطات بقى سلطه الكبده وطحينه وسلطه خضراء وبتنجان مع فلفل. ناخد ايه ده حته كده بقى، بسم الله. افتح كده يا معلم، بعشق لونه كده وايه، زبده والله العظيم حرفيا، بسم الله. بص في الثلاث مرات نفس الكلام بالملي والله العظيم، اول مره زي ثاني مره زي ثالث مره، نفس الطعم نفس كل حاجه. فالمخ عندهم توب حته لوحده. ده سندوتش الجمبري زي ما انتم شايفين، كميه الجمبري تمام، حجم الجمبري زي ما انتم شايفين، بسم الله، مع فلفل وربع ليمونه. طعمها لطيف، بس تحس ايه التتبيله كانت عايزه تزيد سنه يعني. نحط بقى عليه كده طحينه مع عصره ليمون، طحينه الليمون ظبط بالنسبه لي. سندوتش جمبري بيجي معاه نص ليمونه كده زي ما انتم شايفين، وكميه الجمبري نفس الكلام تمام، حجم الجمبري زي ما انتم شايفين تمام، عليه شويه توابل كده من الوش والجزر والخضره، وبيجي معاه برده ايه نص فلفلايه كده ولا ربع فلفلايه تمام، وطحينه وسلطه كبده وسلطه طماطم، عصره الليمونه اللي على الجمبري نفس الكلام. الجمبري حجمه كويس وكل حاجه. ناخد طحينه كده نغرق بيها الساندوتش، حط يلا بينا، بسم الله. فرق شاسع، فرق السما والارض. لا الطحينه عشان مظبوطه، شطه وملح وكل حاجه، ظبطت التوابل اللي ناقصه في الجمبري. ناخد الجمبريه كده نغرقها في الطحينه مع عصره ليمون وبسم الله كده يتاكل، بيبقى جامد كمان. 3 مرات نفس الكلام برضه، نفس الكلام بقى. الجمبري في ساندوتش كده عليه فلفل وليمون، الكميه برضه زي ما انتم شايفين تمام، نفس الكميه برضه بالظبط بتاع كل مره. نغرق طحينه عليه كده مع عصره ليمون، نقفل كده بقى كده ساندوتش 100 بسم الله. الجمبري مع الطحينه والليمون كده ساندوتش يتاكل صراحه. نخش بقى على اخر حاجه، الكبده برده. هو بيجي معاها عيش، بس انا ايه بنقنق الحاجه عشان احس بطعمها ايه اكتر. بسم الله. حلو، عاجبني قوي عضه الكبده الصراحه، هوب تتقطم كده فاهم في السلاسه. هي العضه دي مع ان الكبدايه اصلا يعني تقطعتها مش تخينه، رفيعه زي ما انتم شايفين، وتتبيلتها خفيفه قوي يعني مش اوفر، يعني مفيش توم كتير مفيش حاجه فاهم، لا حاسس بطعم الكبده اكتر حاجه، يعني كبده برده صافي بالنسبه لي. طعم الكبده باين قوي وطعم الرده، بس التوابل بقى اللي فيها والتتبيله بتاعتها مش اوفر الصراحه. كده كده مع الطحينه برده، اغرق كده في الطحينه. لا الكبده برده حلوه، بسم الله. نقطع كده حته، بسم الله. نفس العضه زي ما قلت لكم، بحب في عضه كده في الكبده بحبها، هوب كده تحس بيها، لا جامده قوي مع انها رفيعه زي ما قلت لكم. نغرق بقى كده في الطحينه مع عصره ليمون، بسم الله. عظيمه والله العظيم. نسيت اقول لكم صح ان الاوردر بيجي معاه عيش 4 ترغيفه كده اهم، وبيجي معاه الطحينه وسلطه الكبده. نجرب سلطه الكبده عشان نسيت اجربها في اول يوم. سلطه الكبده للاسف اتفعصت زي ما انتم شايفين. نفتح بقى كده، لا هتغربل الدنيا. زي ما انتم عارفين سلطه الكبده عباره عن لسان عصفور وقطع كبده كده بقى، والصوص بقى بتاع الصلصه والتوابل والكلام ده كله، بسم الله. حلو قوي مشطشطه. لا سلطه الكبده فظيعه. نعمل بقى ساندوتش عظيم. ناخد كده ايه نص رغيف، نفتح يا باشا، نحط كبده، نحط بقى مخ، ننزل بقى بالطحينه كده مع عصره ليمون، انزل بقى بسلطه الكبده كده. ساندوتش بقى ايه في كل حاجه جامده عندهم، بسم الله. يا لهوي انا لو مكانهم والله لازم يعملوا ساندوتش كده، كبده على مخ على سلطه الكبده على طحينه على ليمون، وكل يا باشا. الساندوتش ده خطير، مش هاكل الاكله دي بعد كده غير بالساندوتش ده، ده على ده على ده ولا كده. نخش بقى على الكبده حبيبه قلبي، حجم الكبده برده كويس. نقطع كده بقى، بسم الله. نفس الطعم زي ما انتم شايفين كده، سمكها رفيع قوي بس فيها عضه حلوه الصراحه. لا الكبده بالرده برده بالنسبه لي جامده. نغرق كده في الطحينه وبسم الله. الطحينه تظبط اي حاجه برده، يعني الكبده جامده مع الطحينه بقت جامده، حلوه قوي قوي قوي. والاكله دي ما تكملش غير بسلطه الكبده، صنع عصفور مع طماطم كده وفلفل وبصل مشطشطه. ناخد بقى كده ايه، بسم الله. فظيعه. عايز اقول لك انا ممكن اكل اصلا سلطه الكبده دي وكبده وتمام قوي كده. ناخد بقى الساندوتش الجميل كده، افتح حط الكبده، حط المخ، انزل بالطحينه مع عصره ليمون مع سلطه الكبده، حط بقى بتنجان مخلل وفلفل، وكل يا معلم احلى ساندوتش ممكن تاكله حرفيا. الساندوتش ده الصراحه نفسي اعمله باسمي الصراحه، يعني المفروض مخمخ ده يعمل الساندوتش ده باسمي، باسم زيزو. كبده على مخ مع طحينه مع كل الكلام اللي عندهم في الساندوتش ده، يعني ده ديناميت كبده ومخ. اكلك منين بس، بسم الله. يا لهوي مش عايز حاجه ثانيه والله العظيم مجرم. لقيت عندهم كمان فيليه، قلت اجربه المره عشان تبقى الاكسبيرينس كامله. ما جربتوش في المرتين اللي فاتوا، بس قلت اجربه مره ايه اقول لكم رايي. ناخد كده حته فيليه نقطع، بسم الله. البريدنج اللي على الفيليه عظيم بصراحه، جامد. الفيليه حلو طعمه حلو، وكمان عندهم ممبار، وانا مستغرب الصراحه الممبار مع الاكله دي، يعني الممبار ده محتاج طواجن محاشي الكلام ده كله. ناخد بقى كده حته ممبار. ايه ده؟ اجمل حاجه فيه ان هو مقرمش، محتاج يتشطشط شويه، بس هو القرمشه بتاعته عجباني، انا حاسه بس مش لايق، بس هو طعمه حلو. ودي كانت تجربتي في مخمخ في فرعين مختلفين.
فرع الرحاب في السوق القديم، والفرع ده في التجمع الاول في بنفسج 4 ورا مستشفى جمال ابو العزايم بالظبط. من الاخر مخمخ بيعمل كبده ومخ وجمبري وفليه كمان كويسين، نفس الكومنتس بتاعتي في كل مره جربته تقريبا هي نفس الحاجه، فهي ريسيبي مظبوطه وكل حاجه، بس هي طبعا بالنسبه للجمبري محتاجه تظبط شويتين ثلاثه الصراحه في التتبيله، بس الكبده بالنسبه لي لا جامده وعجبتني قوي. المخ يعني هو توب، يعني لا المخ في حته ثانيه الصراحه، هو حرفيا زبده. يعني بالنسبه لي مخ مع سلطه كبده مع كبده، الثلاثه دول اساسيين في الاكل عندي عشان اعمل الساندوتش بتاعي الجميل اللي انتوا شفتوه كله على بعضه يا باشا. وكل الساندوتش ده مش طبيعي الصراحه، انفجار. الفيليه لطيف والممبار نقنقه، انا حاسس ان هي مش لايق بس هو تمام يعني كطعمه لوحده حلو، بس انا ما اجيبوش الصراحه مش لايق مع الكلام ده كله. بس اوفرول كان بالنسبه لي لا، انا حته الكواليتي كنترول ان انا اجربه 3 مرات في ايام مختلفه واوقات مختلفه، تيك اواي وحتى في الصاله كل حاجه مظبوطه، السخونيه بتاعت الحاجه بالكواليتي بكل حاجه نفس الطعم الصراحه مفيش اي اختلاف خالص. حتى الحاجه اللي انا عندي عليها كومنت هي نفس الكومنت بالظبط في 3 ايام. قولوا لي في الكومنتس انتوا شايفين الفود بلوجرز نصابين وبيضحكوا عليكم ولا في منهم بيفيدوكم ويعرفوكم اماكن جديده فعلا تستاهل ان هي تجربوها. دي كانت تجربتي في مخمخ في 3 اوقات مختلفه زي ما انتم شايفين. فشير وسيف للفيديو وما شاء الله صاحبك، وهفضل اقول لك كل فيديو مش اي حاجه بتدعم القضيه الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.